في زمن تنهار فيه كل الثوابت، تبقى حقيقة واحدة ثابتة، وهي إن ولا في غيره يفرحني. مخبيش عليكم، وانتوا مبقيتوش غرب خلاص. أنا ما كانش ليا نفسي أطلع الصراحة ولا أتكلم خالص النهاردة، يعني لأن زي المصريين اللي كانوا مهتمين بأداء منتخب الأولمبي لكرة القدم وأداء البعثة المصرية في الأولمبياد بشكل عام. بعد الكارثة اللي حصلت النهاردة دي أفقدتني النطق بصراحة يعني. فالله يكبر بخاطره الأهلي هو اللي خلاني أطلع أتكلم النهاردة كده، وبقيت يعني عارف اللي هو في أغنية البلاك تيما كده بيقول اسمها أنا إنسان، بيقول نص بيضحك والتاني زعلان. أنا طالعة النهاردة نص بيضحك والتاني زعلان. مش عارفة أفرح فرحة كاملة الصراحة يا جماعة، مش عارفة متفقين معايا ولا لأ. انا مش هتكلم كتير قوي على المباراه بتاعه المنتخب الاولمبي، يعني هعقب عليها كده في البدايه. وهسالكم سؤال، يعني انا بتساءل بس ايه اللي حصل. انا فعلا ما قدرتش اصلا اكمل من بعد الهدف الثالث. كان كتير، يعني كان كتير. المرات اللي فاتت عادي، حتى لو احنا كنا متاخرين او بنستراجل شويه او كده، كنت فعلا يعني مصممه لاخر لحظه في ماتش مكملة. بس النهاردة كان الموضوع صعب إن أنا يعني it was hard to watch يعني. فأنا بس عايزة أعرف إيه اللي وصل المنتخب كسب أسبانيا، وكان بيلعب مع فرنسا ند لند، ولحد دقيقة 82 تقريبا متقدم عليها بهدف. وطبعا السيناريو اتقلب وخسرنا وهكذا، وطرد عمر فايد. بس يعني ستيل بالورقة والقلم وباللوجيك تقدر تتخطى اللي حصل. لكن ايه اللي حصل النهارده؟ حتى لو بصينا المعطيات انه انت يعني محترفين كتير وحكيمي وناس كتير اسماء جامده يعني في المنتخب المغرب، واحنا في المقابل عندنا غيابات. بس تشيل سكور ده is beyond، يعني اصعب، يعني اسوأ سيناريو لاكثر المتشائمين ما كانش يتوقع النتيجه بتاعت النهارده. فضيحه. يعني انا اصلا من الناس اللي كنت بدافع عن المنتخب الاولمبي، وما زلت مش هنكر لهم مجهود اللي حصل لحد الماتش بتاع النهارده، وان هم كملوا وضغطوا. بس احنا بننهار كده ليه؟ يعني ايه اللي يوصلني من كده لكده؟ وانت النهارده بادئ بدايه كويسه جدا، اصلا كان في توازن كبير جدا لحد الهدف اللي جابته المغرب. في الاول كان اللعب متوازن، وهجمه هنا وهجمه هنا، ومصر بتضغط. ايه بقى اللي يخلي يجي هدفين في دقيقه؟ ليه كله فاقد تركيزه؟ حتى حمزه علاء اللي احنا بنعتمد عليه كتير قوي، يعني كان سبب كبير للفوز والاستمراريه اصلا في البطوله دي. ايه اللي حصل له النهارده؟ علامات استفهام كبيره. يعني انت يا ميكالي بتلعب طول الوقت او يعني الاستراتيجي بتاعتك قائمه على الدفاع. افتح ازاي الجيم قصاد المغرب؟ يعني انت دفعت قدام فرنسا ودفعت قدام اسبانيا ولعبت على مرتدات. النهارده ليه فاتح الملعب وانت شايف انه احنا اصلا عندنا مشكله وبيدخل فينا جول والتاني والتالت؟ ازاي يعني ازاي وصلوا ستة؟ انت كل ما بتعمل ريفرش على السوشيال ميديا بتلاقي المغرب جابت هدف، وتلاقي صورة ليهم وهم ساجدين. طب ما في ايه يا جماعة؟ في ايه بجد؟ فانا عايزة والله اجابة. يعني الناس اللي عمالة بتقول طب فساد ومحاباة وبتاع، طب ما هو كان في التيم كان فايز عامة. يعني المحاباة خلتنا نخسر الماتش النهائي ولا؟ ف فمن فضلكم يعني لو اي حد عنده تفسير للي حصل ده يقول لي بجد. ندخل بقى على اللي ملناش غيره، على اللي جابر بخاطرنا. المنتخب الاول يبقى خسران افريقيا وخسران كاس عالم، الاهلي يقول انا بمن حضر، ويقول لك خد يا عم بروزيت كاس عالم اهي ولا تزعل نفسك. المنتخب الاول برضو يبقى خسران كاس الامم لتاني مره، يقول لك ولا تزعل يا عم خد افريقيا ايه. النهارده المنتخب الاولمبي بيصعقنا بالكارثه، النتيجه الكارثيه بتاعت الماتش النهارده، والاهلي ما يستخسرش في جمهوره حسم
الدوري اللي هو كان كده كده محسوم، بس بطريقة ولا أروع. وقفشة يقول لك وتعالى 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 في الحتة الفاضية، وتعالى 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 نديهم القاضية. ادي كورة وجول، جول 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 جول. هو قفشة وجمال قفشة، والضربة القاضية كمان وكمان وكمان وكمان، وقفشة يسجل أول أجوان. هو ماركة محمد مجدي قفشة. ف تريد مارك قفشة. يا جماعة، أيمن الكاشف كان مخنوق من الكلاحة اللي عاملها سموحة، مع احترامنا ليهم يعني. بس أول ما جه الجول تحس الراجل فاهم اللي هو خلاص يا جماعة. يعني أنا عندي كذا سؤال لسموحة. طيب يا سموحة، أنت دلوقتي في المركز السادس يا حبيبي، يعني ولا الخامس ولا الرابع ولا الثالث ولا الثاني، فانت محتاج كل دول يخسروا عشان انت تكسب. فايه بقى الاستبسال اللي حاصل النهارده ده؟ ايه يا كابتن احمد سامي جوارديولا؟ ايه يا احمد سامي انشيلوتي؟ في ايه؟ طب ما لما انتوا جامدين ما خدتوش الدوري ليه يا جماعه؟ يعني جايين النهارده في المباراه بتاعه الحسم وتعملوا كده. والهاني السليمان، ايه يا هاني السليمان؟ افتكرت انت قمصت روح المقاتل وعمال بتصد يمين وشمال؟ في ايه يا شباب؟ طب ما كنتوا تروحوا تلعبوا بدل المنتخب الاولمبي النهارده والله. على الاقل ما كناش شفنا الاداء ده اطلاقا، يعني كنا خسرنا مثلا 1-0 زي النهارده. فما كانش منطقي يعني. اكيد اكيد مش هتخسروا الماتش بمزاجكم الاهلي، او مش هتدوا له هديه، او يعني تمام. بس يعني ما في ايه بجد؟ في ايه بجد؟ والله العظيم الواحد يوم بادئ غلط اساسا، وقال لك النهارده 8/8 وبوابه طاقيه جديده وحوار، وهي شكلها داخله بظهرها يعني البوابه دي، ولا ما اعرفش ايه اللي حاصل في الموضوع. فيا سموحه، ما كنت هتعكنني على شوفي 60 مليون مصري ولا حاجة النهاردة، وان نستنى نأجل الحسم للماتش اللي جاي، والراجل ما يسافرش سويسرا، واللعيبة ما تاخدش راحة. في ايه؟ في ايه يا سموحة والله؟ بس قفشه عالمي. ولعيبه الاهلي يا عيني النهارده يضغطوا يضغطوا، والتوفيق مفيش اللي يشوط يمين واللي يشوط شمال واللي يباص في مكان ما بيشوط. حاجة كانت قافلة، بس نزل قفشه فكها وروق علينا كده عشان ما ننامش زعلانين النهارده، وننسى شويه اللي حصل فينا الساعه 6 بتوقيت القاهره. يعني ما عنديش حاجات كتير اقولها. يعني مبروك لكل الاهلاويه النهارده داخل وخارج مصر، ومشجعي الاهلي كمان من البلدان الثانيه، وهارد لك للمصريين على الاداء المخيب للامال. يعني اقل ما يقال عنه انه مخيب للامال هو اداء كارثي في الحقيقه، غير مبرر بالمره. بس يعني في الاخر وفي الاول دي كوره ومكسب وخساره، ولكن احنا نستاهل اكتر من كده. المنتخب الاولمبي نفسه اللي كان بيشارك استحق خاتمة أحسن من دي. كل التيمز التانية، تيم اليد، كل الرياضات المختلفة كانت تستحق أفضل مما حدث، وكان في الإمكان أحسن مما كان. فأتمنى اللي جاي يكون أحسن. تعبنا جدا، ومش هطول عليكم أكتر من كده، برغي بقالي كتير قوي كالعادة. بس مبروك وهارد لك. تصبحوا على خير.